بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاتي، وهذا أبرز عنوانها: تونس ترفض استقبال ابن عم الملك وترحيله إلى المغرب. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية إليكم. التفاصيل: منعت السلطات التونسية مساء اليوم الخميس الأمير هشام العلوي من الدخول إلى تونس للمشاركة في ندوة ثقافية حول الربيع العربي. أوضحت المصادر نفسها أن الأمير هشام توجه إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الجريدة الفرنسية، وبمجرد وصوله إلى المطار مساء اليوم منعته الشرطة التونسية من دخول البلاد دون تقديم تبريرات، ورافقه مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم 10 إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، وهي الطائرة التي أتى على متنها. وأكدت هذه المصادر أنها ليست المرة الأولى التي منع فيها هشام العلوي من دخول الأراضي التونسية، إذ سبق لسلطات أرض ثورة الياسمين سنة 2017 منعه المشاركة في إحدى الندوات الجامعية وقامت بترحيله. والسلام عليكم.